السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد اللي هو في صراحة متغير عن الفيديوهات السابقة، الذي سنتناول فيه كل ما يتعلق بالسيارات، لطلب كثير من مجموعة من الأصدقاء اللي طلبوا مننا أننا نبقاو نديروا فيديوهات على خاصة بالسيارات، وذلك لتجربة متواضعة اللي عندي في هذا الميدان. فعندي صفحة في الفيس، وطلبوا منا بعض الأصدقاء أن نكون معهم في القناة ديالنا اليوتيوب، ولبينا الطلب، وكنتمناو أنكم تتابعونا وتشجعونا في المزيد إن شاء الله. فهذا الموضوع الأول اللي غادي نتطرق ليه وهو موضوع ديال الفلتر البنزين أو فيول فلتر. فهذا الفيول فلتر هو جزء مهم من نظام الوقود اللي كيكون في السيارة، حيث الدور ديالو كيقوم بتنقية البنزين من الشوائب والرواسب قبل وصولها إلى المحرك. يعني قبل ما توصل الموتور كيقوم بالتنقية ديال هذاك البنزين. دونك هنا شنو العواقب الى هذا الفلتر تعرض للتلف او وقعوا فيه مشاكل. يعني هنا الى وقعوا فيه مشاكل يمكن ان يؤدي الى عدة اعراض كتشمل، يعني يمكن لي نحددها في واحد 7 أو 8 ديال الأعراض. وهذه الأعراض هي صعوبة في بدء تشغيل المحرك. فاش كتبغي ديماري يعني السيارة كتكون عندك واحد الصعوبة، يعني كتلاحظ واحد التأخر في بدء ديال التشغيل ديال هذا المحرك أو الصعوبة في التشغيل ديالو. ثانيا، تقطع في الأداء أثناء القيادة. يعني فاش كتكون ماشي يعني وانت كتسوق السياره ديالك كتلقى واحد الفيبراسيون، واحد الترعد، يعني السياره كتبقى تهز، ويمكن ان يتسبب هذا في تقطع. يعني فاش شنو كيوقع؟ يعني الوقود ما بقاش كيوصل للمكان ديالو. فهذا يعني التقطع في الاداء يعني راه هذاك الفلتر راه فيه شي، يعني فيه شي مشكل. ثانيا، كيدي الى انخفاض في قوة المحرك. يعني المحرك فاش كتكون انت قايد السيارة ديالك وكتمشى بها كتلقى بان ديك القوة ما كايناش كاملة. يعني هذا كيدل على انه عندنا واحد المشكل في الفلتر. ثانيا، ثالثا او رابعا، توقف المحرك بشكل مفاجئ اثناء القيادة. حتى هذا من بين الأعراض. كذلك اهتزاز المحرك عند التوقف. يعني فاش كيتوقف هذاك المحرك كنلقاو بانه كيدير واحد الفيبراسيون، كتلقى الموتور كيتحرك. يعني هنا راه عندنا مشكل، راه عند ايها السائق راه عندك مشكل في الفلتر ديال البنزين. ثانيا، كنلاحظوا واحد الملاحظه اللي هي مهمه ايضا، ان استهلاك الوقود كيكون بواحد النسبه اللي هي كبيره. يعني الوقود بقى كيستهلك بواحد النسبه اللي هي كبيره. ورائحه فاش كتكون انت عاوتاني في السياره ديالك او في العربه ديالك كتشم رائحه ديال البنزين. فاش كتشم الرائحه ديال البنزين هذا دليل بان الفلتر ديال البنزين ما كيقومش بالدور اللي خصو يقوم به. واخيرا، اشنو كيوقع عندنا في لو طابلو دو بور؟ كتلقى اضاءه ديال هذيك اللمبه ديال الفحص ديال المحرك كتلقاها شاعله. هاد الاعراض كاملين دليل على ان
هناك تلف في الفلتر ديال البنزين. لهذا فاش تلقى أخي السائق هذه المجموعة ديال الأعراض في السيارة ديالك، خصك تمشي لعند التقني المتخصص وقم بتغيير ذلك الفلتر. فالفلتر كيتغير من ما بين 20,000 حتى 30,000 كيلومتر. ونتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، ونتمنى أيضا اللي مازال ما انخرطش معنا ينخرط معنا ويدير عملية اشتراك في القناة ديالنا، ونتمنى أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو لتعم الفائدة وكذلك لتشجيعنا ولا تنسوا تفعيل الجرس لتشجيعنا بالمزيد. والسلام عليكم.